السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بكم مزيانين بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. واليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هذه الطرطة هذه اللي كتحضر في 10 دقائق فقط أو أقل. أسهل طرطة شوكولاتة اللي ممكن تحضروها، سهلة بزاف وفي نفس الوقت ما فيهاش المكونات بزاف، وعاد كتجي لذيذة 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 بزاف ما غتشبعوش منها. اسهل حاجه اللي ممكن تحضروها ملي يكون ماشي عندكم الضيوف ديالكم. دابا ما غنزيدش نطول عليكم ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. دابا غادي نبداو على بركه الله في المقادير اللي غادي نحتاجو فيهم. لتر واحد من الحليب، غادي نحتاج هاد جوج الساشيات د الكواخاضه اللي ممكن حتى هما نستعملوا المقادير ديالهم، يعني كيجي فيهم حتى المقادير ديك الطرطه د 3 الانواع د الشوكولا ود الفلان. غادي نستعمل هاد النوع هذا د الشوكولات اللي كيجي فيه الكاكاو زايد، واخا هذا الشوكولات بالحليب. غادي نحتاج 300 د الغرام. عندي 60 غرام د السكر حبيبات. وغادي نحتاج هاد النوع هذا د البسكوي ديجستيف، غادي نستعمل منه 150 غرام. اللي ماشي ضروري تستعملوا هاد النوعيه هذه، ممكن تستبدلوه بالبسكوي د ماريا او باي نوع. وعندي 75 غرام من الزبده حيوانيه. دابا غادي نمشي ندوب الزبده ونطحن البسكوي على هذا الشكل هذا، يعني حتى يرجعنا على شكل بودره على هذا الشكل هذا. والزبده عاوتاني هي انا دوبتها وغادي نصبها كامله على البسكوي ونبدا نخلط غير بالملعقه، يعني لا داعي انكم تستعملوا يدكم. صافي غادي نبداو نحركوا حتى تلبسنا ديك الزبده في ديك البسكوي. ودابا غادي ننتقلوا باش نصبوه في المول اللي غادي نستعملو. بالنسبه لهذا المول فيه 20 د سنتيمتر د القطر. كيف ما لاحظتوا ان المول يعني كتفتح ما عندوش القاع ديالو، فلهذا غلفتو بورق الالومنيوم ونزلته مباشره فوق صحن التقديم. دابا غادي نصبوا الخليط ديالنا او البسكويت ديالنا على هذا الشكل هذا، وغادي نحاولوا نوزعوه بواحد الشكل متساوي. وغادي نبداو نضغطوا عليه مزيان باش يعني البسكوي يبقى يعني قابض في راسو، باش ملي نجيو نقطعوا الطورطه ديالنا البسكوي ما يبقاش يتفرتت معانا. يعني هاد الخطوه هذه ضروريه انكم تبقاو يعني تضغطوا مزيان على ديك البسكوي. من بعد ما نساويوه نبقاو نضغطوا مزيان باش يعني يشبر في راسو مزيان. دابا غادي ننتقلوا للطبقه الثانيه، اللي غادي نجيبوا واحد الكاسرونه او طنجره اللي بغيتو. غادي نصبوا فيها لتر من الحليب وغادي نضيفوا عليه الساشيات بجوج د الكواخاضه والسكر. بالنسبه للشوكولاط فهذا شريته انا من ميركادونا. كاين الشوكولاط بالحليب وكاين شوكولاط كحل وكاين اللي فيه 70% هذا يعني بلا سكر وعاد 70% د الكاكاو فيه. اذا استعملتو العادي اللي ما فيهش الحليب فغادي تستعملوا غير 250 غرام فقط من هذا النوع هذا د الشوكولاط شوكو بارافوندير. يعني كيكون ماشي بحال الشوكولاط العادي اللي كناكلو، يعني العادي اللي كناكلوه هذا كيكون خاص بالحلويات. فانا قلت لكم الكحل غادي تستعملوا غير 250 غرام فقط. وبالنسبه اللي استعملت انا هذا بالحليب استعملت فيه 300 غرام. كيف ما شاهدتوا انني وضعت السكر والكواخاضه وغادي نحركوهم دابا مزيان حتى يعني تذوبنا ديال الكواخاضه في الحليب. صافي وغادي نبداو نضيفوا الشوكولات اللي غادي نقطعوا طريفات صغيورين. ودابا غادي نوضعوه على نار هادئه او نار متوسطه مع استمرار التحريك. يعني كل مره غادي نبقاو نحركو حتى يذوب معنا ديك الشوكولات تماما. بالنسبه لهاد الوصفه هذه فانا شفتها بالشوكولاط الكحل. والشوكولاط الكحل كيف ما كنعرفوا كيكون النسبه ديالو يعني زايده د الكاكاو، ماشي بحال الشوكولاط بالحليب يعني كيكون الحليب فيه زايد. فلهذا عليها زدت دابا كيف ما شاهدتوا انني زدت واحد 100 غرام اخرى على ديك 300 اللي كنت قلت لكم، لان خافت بالك تجيني ما تجينيش قاصحه. ولكن في الاخر يعني ممكن تستعملوا غير 300 غرام اذا بغيتوا الطرطه تجيكم كريميه اكثر. يعني ما تجيش عاقده بزاف. كاين اللي كتعجبو الحاجه تكون كريميه فما كتجيش طايحه، وانما كتجي كريميه اكثر. يعني استعملوا غير 300 اذا بغيتوا، واذا بغيتوها تجيكم واقفه بحال اللي جاتني انا فاستعملوا 400.
صافي غادي نبقاو نحركوه. هانتوما شاهدتوا أن الشوكولات داب معايا تمامًا. هنايا الكاميرا ضبّط بالسخانة. فصافي هانتوما كتشاهدوا أن يعني الخليط ديالنا بدا كيبقبق. صافي غير يبدا يطلعوا الفقاعات، غادي نجيبوا الخليط ديالنا وغادي نصبوه مباشرة هيداك سخون. صبّوه فوق ديك البسكوي اللي دابا عاد خرجته من المبرد. يعني قبل ما عرفتش واش قلت لكم، يعني كنت حشيته في المبرد باش ديك البسكوي يشبّر في راسو، على بيد ما حضّرت الطبقة التانية. صافي هانتوما كتشاهدوا يعني مباشرة من النار. صبّيت الخليط ديالي فوق ديك البسكوي، ودابا غادي نخلّيه يعني حتى يزول الربو، اللي ما يبقاش يسخن بزاف. عاد غادي نحشيوه في المبرد يبرد معانا واحد 3 ساعات تقريبًا. ها هي دابا من بعد ما بردات معايا، بالنسبة ليلي أنا فأنا خليتها ليلة كاملة. إذا كانوا ماشيين عندكم الضيوف فممكن تحضروها في الصباح، في العشية غتكون باردة وواجدة. صافي زولت هداك الورق الألومنيوم اللي كنت شابرة به المول، يعني باش ما يخرجليش. صافي جبت الموس غير باش نقوزو في الحواف، فما احتجت أنني نقوزو في الحواف. المول داغيا زال. ها هي كيفاش كتجي عاقدة واقفة، كتجي مزيونة بزاف، وكيف ما شاهدتوا أنها ساهلة، يعني كتحضر فرمشة من العين. ما فيها لا تمرة لا والو. بالنسبة للتزيين فأنا غادي نزينها بهاد الشوكولاتة، رقائق الشوكولاتة اللي شريتها من ليدل. وطبعًا نتوما ممكن تزينوها بأي حاجة بغيتوها. واخا زدت لها ديك 100 الغرام د الشوكولات يعني باش تجي عاقدة أكتر، فهي جات كريمية. وإذا بغيتو تجيكم كريمية أكتر فاستعملوا غير 300 الغرام د الشوكولات بركة. هذا إذا كنتو غتستعملوا شوكولات بالحليب بحال اللي استعملت أنا. أما إذا استعملتو آخر الكحل فكيف ما قلت لكم غير 250. المقادير مضبوطة غادي نخليها لكم إن شاء الله في صندوق الوصف. هانتوما كتشاهدوا كيفاش كتجي التورتة، كتجي رائعة شكلًا ومذاقًا. يعني تقدروا تعملوها الضيوف ديالكم، ولا ماشيين عند شي واحد معروضين ديوها في يدكم، يعني غتحمر لكم الوجه بمعنى الكلمة. دابا غادي نقطّع معاكم واحد الطريف باش تشوفوا التورتة كيفاش كتجي من الداخل، رغم أنكم شفتوها في الأول د الفيديو. فأنا غنعاود نقطّع معاكم هنايا باش تشوفوها كيف كتجي كريمية، كتجي مزيونة بزاف، واحد المذاق كيجي فيها كيحمّق وسهلة في نفس الوقت. نتمنى هاد الفيديو هذا يكون نال الإعجاب ديالكم ونال الاستحسان ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيوه مع العائلة ديالكم والأصدقاء ديالكم لتعم الفائدة وباش تزيد تكبر القناة ديالنا إن شاء الله، ونزيدكم وصفات أكتر. كنشكركم بزاف على التعاليق اللي كتخليو لي، وحتى دابا ما تنساوش تخليو لي التعاليق لأن كيشجعوني بزاف على أنني نزيد نعمل لكم فيديوهات أكتر. بالنسبة اللي أول مرة كيشاهد الفيديو، إذا كان عجبكم الفيديو وعجبكم المحتوى فما تنساوش تشاركوا في القناة بالضغط على أبوني أو سبسكريبير أو اشتراك، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي كنعملو في القناة. ودابا ما غنزيدش نطول عليكم، غنخليكم حتى الفيديو المقبل إن شاء الله.